هل سبق وسمعت عن الانتقام البارد؟ هذه القصة ليست من فيلم، بل حدثت بالفعل. امرأة اكتشفت أن خطيبها يخونها، ولكنها لم تصرخ، لم تبكِ، لم تواجهه، بل خططت بصمت، وانتظرت اللحظة المناسبة، لحظة زفافه، لتفعل شيئًا لا ينسى أبدًا. في البداية، كانا عاشقين. قصة حب دامت سنوات، وعدها بالزواج، بالمستقبل، بالأمان، ولكن خلف ظهرها كان يعيش حياة مزدوجة، رسائل مخفية، مواعيد مشبوهة. وامرأة أخرى اكتشفت خيانته قبل أسابيع قليلة من موعد زفافهما. كان من السهل أن تنهار، أن تلغي كل شيء، ولكنها لم تفعل، بل اتخذت قراراً مختلفاً تماماً. حضرت الزفاف، ولكن ليس كضيفة فقط، بل كقنبلة موقوتة. دخلت القاعة بثقة، كل الأنظار التفتت نحوها، وعندما بدأ الجميع يبارك للعريس والعروس، وقفت ورفعت الكأس وطلبت أن تقول كلمة. قالت: أردت أن أكون أول من يبارك لك يا فلان، ليس على زواجك، بل على قدرتك العجيبة في الكذب والخيانة. هذه هديتي لك. أمام الجميع، ثم عرضت الصور والرسائل وأدلة الخيانة على شاشة الزفاف. وسط صدمة الحضور وذهول العروس، انقلب الزفاف إلى فضيحة. العروس غادرت وهي تبكي، والعريس بقي مذهولاً في مكانه، لا يجد كلمة يقولها. قد يراها البعض قاسية، ولكنها لم تفعل سوى أن ردت الصفعة بأناقة. الانتقام لا يكون دائماً بالصراخ، أحياناً يكون بالصمت، ثم ضربة واحدة في الوقت المناسب. ما رأيكم؟ هل كانت محقة أم تجاوزت الحدود؟ شاركوا آراءكم في التعليقات. يد تشير إلى أسفل، ولا تنسوا الاشتراك لي.